واش كيسحاب ليك بلي خدمتك في هاد الدنيا هي تعاود البنادم التربيه؟ بزاف الناس كيحسب ليهم بلي قوه الشخصيه هي تواجه الناس بعيوبهم وتفرق عليهم الرمانه في وجههم، ولكن في الحقيقه هاد الشيء سميتو قله ادب مغلفه بتوب النصيحه. هاد الصفحات كتعلمنا بلي الستر هو اللي كيبني القلوب ماشي الفضيحه. اولا ما تكونش قاضي على عباد الله. الكتاب كيشرح بلي حنا كاملين عندنا عيوب، ولكن الفرق هو الستر. فاش كتشوف شي حد دار غلط عقلك كيعطيك واحد الشعور وهمي، كتحس براسك انت احسن منه. هاد الشعور هو اللي كيدفعك تنطق بالخير. الكتاب كيقول لنا ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، وما تزيدش على بنادم الثقل فوق الثقل اللي عليه. ثانيا ستر المسلم. هذا المبدا هو مبدا العظماء. العاقل هو الا شاف عيب خوه كيغطيه بجليلو. هذا الستر ماشي حيت انت راضي على الغلط، ولكن حيت انت كتحترم كرامه الانسان. فاش كتستر شي حد كتعطيه فرصه يرجع لراسو بلا ما يحس بالذل، وهذا الشيء هو اللي كينشر المحبه. ثالثا النصيحه في الخفاء والحب في العلن. الا بغيتي شي حد يتبدل قرب منه، فهمه ووصل ليه الميساج بينك وبينه بكل رضا. اما الا بغيتي غير تبرد غدايدك وتبين بلي راك فايق، راك غير كتنفروا منك ومن طريق الصواب. اسئله الختام: واش فايت ليك سترتي شي حد في شي موقف محرج ومن بعد وليتو اعز اصدقاء بسبب داك الستر؟ شنو هي الكلمه اللي كتقولها لراسك فاش كتشوف شي حد غلط وبغيتي تنصحو بلا ما تجرحو؟